السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا العيد ما يحلاش إلا بالكفتة وصينية السمين بتاعتنا. أنا شايفين الكفتة جميلة، دي كفتة الحاتي يا جماعة على أصولها، ولا فيها برغل ولا فيها فول صويا ولا فيها أي حاجة. الكفتة اللي بنجيبها من بره مشوية على الفحم، هي دي. شايفين مفرغة من جوه ازاي؟ ولا حاطة بيكنج باودر ولا أي حاجة. يلا بينا اوريكم نعملها ازاي. انا عندي هنا بصلايه كبيره، على نص كيلو كفته، قصدي لحمه مفرومه. عندي بصلايه كبيره، عصرتها من الميه، انا بشرتها وسبتها شويه لحد ما الميه بتاعتها نزلت، وعصرتها كويس قوي ونزلتها على اللحم. احط بقى البهارات بتاعتي: بابريكا، ملح، الفلفل، رشه جنزبيل بسيطه، 7 بهارات. كل ده باحب أحط رشة بسيطة توم باودر. حابة تحطي توم بس دقيه كويس يبقى ناعم، وهحطهم كلهم مع بعض كده وأعجنها كويس قوي. بعد كده بقى أنا عندي معلقة كبيرة ليا ضاني، شايفين أنا جمعتها في إيدي، دي معلقة كبيرة على النص كيلو، معلقة كبيرة على الكيلو معلقتين، ما تكتريش. هي أساسا في المطاعم وفي محلات المشويات بتبقى لحمة عجل مع لحمة ضاني، بيقسموها النسبة 60/30، اللحمة الضاني بتبقى 30% واللحمة العادية 60. فأنا طبعا ما جبتش لحمة ضاني، فنعمل ايه؟ نحط اللي هي الضاني بتاعتنا. فحطيت معلقة واحدة على النص كيلو، بعجنها كويس جدا جدا كأنك بتعجني عجينة لحد ما تشوفي خيوط. طالما شفت الخيوط دي تعرفي انها اتعجنت كويس معاكي واندمجوا مع بعض. هحطها في التلاجة واسيبها تتشمع عقبال ما نعمل صينية السمين بتاعتنا او حلويات المذبح. انا هنا عندي فشة، وعندي طحال، وعندي طبعا الزور، ده اهم حاجة عندي في الموضوع، وعندي حتة كرشة. هبتدي ان انا اسلقهم الاول. عندي هنا مية على النار، حطيت بصلاية ورق لوري وشوية فلفل وحبهان ومستكة، بس ما بحطش اكتر من كده. حتى انا ما بحطش ملح، الملح انا بحطه لما باجي اعملها، اشوحها على النار. بحط كل حاجة وابتدي ان انا احط بقى إيه الحلويات بتاعتنا على النار. طبعا في ناس كتير ما بتحبش الحلويات دي طبعا، وانا قلت لكم الكلام ده كتير. انا اللي معايا في البيت ما لهمش في الحاجات دي خالص يعني، فتقريبا انا اللي باكل الحاجات دي لوحدي، فبجيب كمية على قدي. باسيبها على النار لحد ما تستوي معانا. بتاخد حوالي نص ساعة، لازم تحطي الشوكة كده او السكينة تلاقيها، وطبعا الفيش هتكش النص. بنسيبها تستوي على النار ويلا بينا نعمل الكفتة بتاعتنا. انا سبت اللحمة عندي تشمع في التلاجة. وعندي سياخ الشيش طاووق يا جماعة، قبل ما تحطوها لازم تنقعوها حوالي ساعة في المية عشان ما تحرقش مننا. والنوع اللي انا جايباه ده حلو تخين وما تحرقش مني خالص، زي ما ده حطيته زي ما طلعته. ببتدي ان انا افرد حتة قطعة الكفتة بتاعتي على السيخ بتاعي. حاولي ان انت تظبطيها معاكي. طبعا مية البصل حطها على جنب عشان ما تلزقش في ايد الكفتة، بعكي ايدي بس هي مش باينة. هحاول ان انا احطها لكم في النص عشان تشوفوا مية البصل. ببتدي ان انا اعملها زي الحاتم ما بيعملها كده بصباعي الاتنين. اديني جبت المية اهو عشان اوريكم ان انا بتلزق في الايد، فلازم مية البصل، وبتدي طعم جميل قوي للكفتة. بايدك كده تعكي ايدك في مية البصل وتصبعي الكفتة بتاعتك. وبحب كده من النص اقسم حتة كده علشان تبقى الشيش او السيخ بتاعنا مقسوم على اتنين، ما تبقاش واحدة طويلة يعني. ببتدي ان انا اصبعها كويس معايا. النص كيلو دول يا جماعة عملوا لي كمية حلوة قوي على فكرة. حابة تزودي برغل حابة تزودي، بس احنا بنعملها بطريقة المحلات اللي هم بيحبوها من بره. يعني لو عملناها بالبرغل او عملناها بالدقيق والكلام من ده، الطعم مش هيبقى زي بتاعت بره بالظبط. زي ما انتوا شايفين اهو، باجي من حتة كده اقوم قسمها بالنص كده عشان تبقى زي صباعين كفتة كده.
انا بصبعها، بحاول ان انا اوريكم على قد ما اقدر. طبعا الكادر مش جايب اوسع حاجة، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اوريكم ازاي نصبع الكفتة. واقفلي من تحت ومن فوق كويس قوي. على فكرة بتطلع هشة، ولا محتاجة بيكنج باودر ولا محتاجة. العجنة اللي انت عجنتيها في الاول دي هي اللي بتخلي لك الكفتة معاكي هشة، مش البيكنج باودر. احنا مش بنعمل كيك يا جماعة. ال- الكفتة الأصلية اللي بتجيبها من المحلات، حتى اللي بتعمليها في البيت، بتقولي هي ليه طعمها مختلف عن اللي بنجيبها من بره؟ عشان هما ما بيحطوش الكلام ده. هما كل الحكاية الميزة بتاعتهم ان هما بيبقى خليط لحمة، لحمة ضاني على لحمة عادية. لو حابة ان انت تعملي الخليط ده اعملي. طبعا انا هعمل الطحينة في البيت يا جماعة، طحينة المطاعم اللي بتجيلنا مع الكفتة والمشويات بتاعتنا. طبعا انا سايبة حلويات المذبح تستوي براحتها، وبحمص السمسم بتاعي. دول تقريبا ب10 جنيه سمسم، مش كتير يعني. انا حبة قليلين، او حوالي ربع كوباية سمسم، ب10 جنيه بجد يعني. هحطها وهم سخنين جدا. هما وهم سخنين اقوم حطاهم وحط عليهم ربع مع قدهم يعني ربع كوباية زيت، وابتدي ان انا اضربهم في الخلاط. مش هضربهم كتير، حوالي ضربتين كده يعني. هتكون لسه حباية السمسم هتشوفوها ان هي لسه زي ما هي. شايفين انا بضربها، حباية السمسم ما بقتش ناعمة معايا. اللي مش هيفرق معايا هقول لكم ليه. انا ضربتها شوية مع الزيت، وحطيت الكمون بتاعي، وحطيت توم والخل. طبعا حابة تشيل الخل وتحطي ليمون براحتك، والملح. وهجيب كوباية مية بتغلي، بتغلي، شايفين البخار بتغلي، وابتدي ان انا اضربها معايا. نعم السمسم وبقى كأنه مش موجود يا جماعة. شايفين بقت مية يعني، نعم خالص. تحسيها انها سايلة، بس هي لما هتقعد في التلاجة والمية السخنة دي هتهدى هتلاقيها تقلت معاك. هنا انا خلصتها معايا خلاص، والسمسم اتطحن 100%. هبتدي ان انا احطها في الطبق بتاعي عشان عينها في التلاجة تبرد، لان شايفين الدخان بتاعها طبعا. الجرنش هنحط بقدونس، اي حاجة خضرة. ممكن تحط بابريكا، بس هي دي بتاعت المطاعم يعني، ما بيحطوش فيها حاجات كتير. هو الكمون والخل والثوم والسمسم، ما والملح طبعا. وما بيحطوش حاجة تاني. طعمها بالظبط زي اللي بنجيبها من بره. وهعمل طبعا كاتشب، لان عندي في البيت لازم مع المشويات كاتشب. عندي هنا كوباية صلصة مسبكة عندي، وعندي الملح، وعندي توم باودر وبصل باودر. حطيت ربع معلقة من ده وربع معلقة من ده، والملح. وهحط معلقتين كبار سكر، ويعني 2 قرنفل. مش حابة تحطي براحتك، بس هو ده اللي بيديه النكهة بتاعت بره. هحط معلقتين السكر بتوعي، وهحط ربع كوباية خل. طبعا السكر بيعادل الخل، والكاتشب بتاعنا اللي بنجيبه دي ربع كوباية خل. وهقلبهم واسيبهم بقى على نار متوسطة لحد ما يبقى الكاتشب بتاعي كده يندمج مع بعض ويتقل. هي الصلصة مسبكة معايا فمش محتاجة. هنا حلويات المذبح او السمين خلصت معايا، فببتدي ان انا اقطعها. بقطعها قطع صغيرة كده. يا جماعة انا اهم حاجة عندي الزور ده، يعني بحب اي حاجة مقرمشة. دي بتبقى اهم حاجة عندي. انا كنت جايبة نص كيلو، شايفين نص كيلو صفر على قد ايه. بس ده انا هاكل لوحدي يعني، محدش هياكل معايا الحاجات دي، محدش بيحبها. انا قطعتها. وطبعا هبتدي ان انا اولع الفحم بتاعي. بياخد وقت الفحم عقبال ما بيتولع ويبقى احمر كده. فانا ولعته وسبته لحد ما زي ما انتوا شايفين هو مش باين الاحمرار، بس هو كان محمر. وهبتدي ان انا احط الكفتة بتاعتي على الشبكة عشان تبتدي انها تشوي. شايفين بقى الدخان؟ اول لما الكفتة بتبتدي تنزل الدهون بتاعتها على الفحم بيبتدي الدخان. شايفين؟
تحفة بصراحة، الريحة كانت قلب العمارة مش البيت. اللي هي الضاني بتدي طعم فعلا. المطاعم لما بتحط لحمة ضاني مع الكفتة، هي دي اللي بتدي لها الطعم. انا بقى هسيبها براحتها بقى، كل شوية اشوفها واقلبها لحد ما اللحمة بتاعتي تستوي. طبعا مش هطول الفيديو معاكم لان هو طويل بما فيه الكفاية. حاولي تفتحي البيت وانت بتشوي، لان طبعا بيعبق الدنيا. لو حابة تحطها في الفرن حطها في الفرن برضو هتطلع تحفة، بس حطي فحماية بعد ما تخلصيها، حطي فحماية وغلفيها كويس. بس احنا بنعملها طبعا زي الحاتي، فلازم نعمل زيه بالظبط، نشويها على الفحم. بحاول ان انا اهوي لان الدخنة كانت صعبة. هنا انا هبتدي ان انا اعمل صينية السمين او حلويات المذبح. عندي معلقتين كبار ليا ضاني مبشورين. انا بحب ابشر ليا عشان ما بحبش القطعة دي تبقى باينة وتنزل تحت الضرس كده، بحبها تبقى تكاد مش موجودة. هبتدي ان انا اسيبها على النار لحد اما تسيح كده ولونها يتغير معايا، تبقى ذهبي، ذهبي شوية، عشان تنزل كل الخلاصة بتاعتها. احنا مستنيينها براحتها خالص، مش مستعجلة عليها. انا موطية عشان ما تتحرقش يعني، لان انت لو عليتي هتتحرق بسرعة وهتاخد لون، لان انا بشراها ومش هتديك الطعم اللي انت عايزاه. ف... بسيبها لحد ما تنزل كل البهاريز بتاعتها ولونها يتغير. شايفين لونها بدأ يتغير اهو معايا. هبتدي ان انا احط حلويات المذبح بتاعنا، هحطها وهقلبها. طبعا في خلطة طبعا هنعملها الوقت مع بعض. الدقة بتاعتها، الدقة بتاعتها عبارة عن توم مدقوق، فلفل مطحون في الكبة او مدقوق في الهون، ومعايا بهارات، السبع بهارات وكزبرة وفلفل وبابريكا. وطبعا الملح هنحطه مع بعض بس بعد ما احط دي هحطها معايا كده. وابتدي ان انا اجيب طبعا معلقه خل. يعني انا هجيب معلقه خل، ما تكتريش خل عشان ما تبقاش حامضه. معلقه خل كده وابتدي ان انا اقلبها. يانا على الريحه، كانت تحفه بصراحه، طعمها جميل. لكل اللي بيحب حلويات المذبح جربوها بالطريقه دي، هتعجبكم جدا. ابتديت ان انا اقلبها مع بعض كويس قوي عشان تاخد من طعم التتبيله معايا. وهحط الملح طبعا، لان انا ما حطيتش ملح وهي بتستوي، فلازم احط لها ملح. ما تقلقيش هتطلع مملحه. ابتدي ان انا اشوحها كويس وخلصت معانا. زي ما انتوا شايفين حلويات المذبح عندي والكفته. الاضاءه على فكره ظلمها جدا، هي افتح من كده بكتير. والطحينه بتاعت المطاعم والكاتشب، اعملي لهم كل حاجه في البيت. جميلة جدا الحاجات دي. أتمنى إن الوصفة تعجبكم وأتمنى إن انتوا تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.